السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بالرز بلبن، وصفة سهلة جدا زي بتاع المحلات بالظبط. اتمنى تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم. ما يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه. اول حاجة هنا معايا نص كوباية رز مغسولة، ومعايا كيلو لبن، ومعايا قشطة، ومعايا لبن بودر وفانيليا، وكوباية لبن واخداها من اللبن، ومعايا كمان نشا. كوباية اللبن دي هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وهنا في حلة حطيت 3 كوبايات مية، وحطيت عليها نص كوباية الرز وقلبتهم كويس جدا، وغطيت الرز. ولازم كل شوية هقعد اقلب في الرز عشان الرز بيلزق بسرعة، فلازم يبقى ايدي كده على طول فيه. معايا هنا بقى معلقتين نشا ومعلقتين لبن بودر. سر محلات رز بلبن اللبن البودر. اول حاجة اللبن البودر، وكمان اللبن نكون جايبينه من عند اللبان على طول، يعني ما نغلوهوش، على طول نشتغل فيه وهو كده كده هيغلي مع الرز. دي سر محلات رز بلبن بتاعت بره. اللبن البودر واللبن يكون ساقع كده، جايبينه طازه كده ما يتغلاش، هو هيغلي مع الرز. وهنا الرز كان بيتشرب الميه، ولازم طبعا كل شويه اقلب فيه عشان زي ما قلت لكم الرز بيلزق بسرعه، فلازم كل شويه نقلبه. زي ما انتم شايفين هنا بقى كان الرز اتشرب ميته، وحطيت عليه اللبن. يعني طبعا لو حابه تستعملي اللبن الجاهز بتاع المراعي او كده عادي برضو هينفع. وكده كده اللبن ده ما بيتغلاش بتاع المراعي، واللبن الجاهز كده كده ما بيتغلاش. بس الافضل طبعا ان احنا نجيبه من عند اللبان ونشتغل بيه على طول. ولو ساقع كده يعني انتي مطلعاه من الفريزر زي اللبن بتاعي كنت مطلعاه من الفريزر عادي برضو، لو في قطعه تلج كده كده هيغلي مع اللبن. سوري، هيغلي مع الرز. فانا قلبته كويس كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا 10 معالق سكر. انا بحب الصراحه ان الرز يكون مسكر شويه، لو حابه تقللي براحتك طبعا، حابه تزودي برضو عادي. وهنا كان اللبن بيغلي زي ما انتوا شايفين. بصوا اللبن غلى اهو. وبجد الرز بلبن ده كان تحفة 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 بجد. اتمنى تجربوه وهتدعولي بجد. يعني اكنك يعني لما تعمليه اكنك جايباه من بلبن من عند الشيخ وفيق، بجد تحفة. وحطيت بقى النشا واللبن البودر وقلبته كويس، وبعد كده حطيت الفانيليا. طبعا اللي تحبيه، حابه تحطي فانيليا زي ما انا حطيت تمام، حابه تحطي ميه ورد تمام، حابه تحطي مستكه تمام، بس انا بحب احط فانيليا عشان اللي احنا بنجيبوه من بره بيبقى بطعم الفانيليا. وقلبت كويس. وهنا بقى كان معايا القشطه. بحب احط القشطه قبل ما اطفي على الرز على طول، يعني احط القشطه من هنا واقلب بس قلبتين كده واطفي بقى النار. وهنا بقى معايا بولات التقديم، وحطيت بقى الرز في البولات. بجد تحفه جدا يا جماعه، اتمنى بجد تجربوه وهتدعولي، بجد طعمه حلو قوي. هنا بقى انا صبيت كل الكميه معايا في البولات، وحطيت بقى في بولات حطيت زبيب وجوز هند عشان انا بحب الزبيب والجوز هند، وسبت جزء ساده عشان جوزي بيحبه ساده. وبس كده، اتمنى يعجبكم وتقولوا لي رايكم. متنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس يوصلك مني كل فيديو جديد. ومع السلامه.